السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الذاكرة: تعرف علي في إحدى الجولات الدعوية إذ كان يسمع بي ولكنه لا يعرفني، وبعد سؤاله عن اسمي وإجابتي عليه قدم لي الدعوة لزيارة منطقته، فأجبته بنعم سأزوركم إن شاء الله. وفي يوم الثلاثاء 27 ذي الحجة 1427 هجرية قمت بزيارة منطقته، وتجمع الناس للمحاضرة، وكان التجمع ممتازا والحضور مناسبا والإقبال كبيرا. ودونت هذا التاريخ وهذا التفاؤل، وأعجبت بالشباب والشيب هناك، وألقيت مجموعة محاضرات وخطب وخواطر، وتواصلت الزيارات، وبدأ الخير من هناك، والتحق بدار القرآن الكريم من شباب المنطقة ليكونوا نواة خير للمديرية. وبعد سنتين التحق هو بالدار ليحفظ القرآن. كان شجاعا مقداما قائلا للحق لا يخاف إلا الله. كان خطيبا مفوها مؤثرا رحمه الله. قرر الزواج، وكنت أنا معترضا فقلت لو تتزوج الوحيد من الشباب الذين التحقوا بالدار، فأجاب: رزق ساقه الله. ولم أفهم الحكمة آنذاك، لأنه سوف يموت من الشباب فقط، ولكي يجمع بين نساء الطين والحور العين إن شاء الله. وبينما هو يركب السيارة متجها إلى دار القرآن في شهر ذي القعدة 1431، والذي يوافق تاريخ 30/10/2010، انقلبت السيارة وفاضت روحه إلى الله. رحل وترك الدنيا لنا بهمومها ومشاكلها وفتنها. نحسبه شهيدا عند الله لأنه خرج في طلب العلم، ومن خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. حزن عليه الشباب وبكى الشيب، والكل يقول حسبنا الله ونعم الوكيل. تجمع الناس من كل حدب وصوب موارين جثمانه الطاهر ليسدل الستار عن مشواره العظيم. أنا هنا تذكرته وذكرتكم به لكي ندعو له ونتصدق عنه ونرد له ولو شيئا من الجميل. كأنكم تقولون من هذا ومن هو؟ أقول لكم هذا هو المرحوم الشهيد بإذن الله ياسر محمد الحكيم، رحمه الله ورحم جميع أموات المسلمين، وجمعنا به وبالصالحين في جنة الفردوس مجتمعين. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أخوكم ومحبكم ومحدثكم معد هذا التقرير عن الشهيد ياسر الحكيم، أخوكم أبو روان، رائد صالح محمد عرجاف. وداعا أيها البطل لفقدك تدمع المقل بقاع الأرض قد ندبت فراقك واشتكى الطلل. لئن ناءت بنا الأجساد فالأرواح تتصل ففي الدنيا تلاقينا وفي الأخرى لنا الأمل فنسأل ربنا المولى وفي الأسحار نبتهل بأن نلقاك في فرح بدار ما بها